يسعد أوقاتكم. اليوم رح نعمل كيكة سهلة كتير بنص ساعة وعلى الغاز من غير فرن. المكونات هي كوب طحين، كوب كاكاو، ربع أو نص كوب سكر حسب الرغبة، 6 معالق زبدة. أنا عندي هون حليب، حطيت هلأ معلقة حليب بودرة، معلقة مليانة حليب بودرة، معلقة كبيرة مع كوب مي. ما عندي حليب سائل، لو عندي حليب سائل بستغني طبعا بكوب حليب سائل، بيضة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة فانيليا. هي المكونات الكيكة النص ساعة. بداية مثل ما شايفين سيحت الزبدة على الميكروويف وبدأت أخلط الكاكاو مع الزبدة. هلا خلينا نخلطهم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بحيث اختلطت الزبدة مع الكاكاو الخام. هلا اللي بدي اياه بدي انزل البيضة، بدي انزل البيضة فوق. بسم الله. هلا بدي احرك البيضة مع الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. بحيث تختفي البيضة بقلب الخليط تماما. هلا رح نزل السكر مثل ما قلنا. السكر ربع كوب، نص كوب، حسب الرغبة انتو، حسب قديش بتحبي حلاوتها. هلا السكر لو خشن رح يدوب من التحريك. هلا خليني نزل الفانيليا. كوب الحليب. بسم الله. مثل ما شايفين احنا قلنا انا حطيت حليب بودرة مع كوب ماء. ما عندي حليب سائل. بحركهم منيح. بسم الله. بحرك منيح انا لانه عندي سكر خشن مشان يذوب منيح منيح. يعني بضل بحرك ليذوب السكر. تمام. هلا معلقة البيكنج باودر، كمان رح اعمل تحريكة صغيرة. وحنزل كوب الطحين. وححرك منيح منيح لحتى يصير الخليط متجانس تماما. بسم الله. مثل ما شايفين المكونات بسيطة والطريقة جدا جدا بسيطة. بسم الله. هيك صار القوام كلياته متجانس، بس أنا بدي إنه يتجانس. هلا عندي هي المقلاية. هلا المقلاية هي مثل ما شايفين هيك ياسر. رح صور لكم اياها. هي المقلاية
بدي احط لها طحينه، نسحب معلقه شويه طحينه يعني مشان ما يلزق الكيك بالمقلايه. بسم الله. ولا تاكلوا هم، هي طعمة الطحينة ابدا ابدا ما بتبان، وكتير بتسهل علي بسم الله انه الكيكة بتنقام بكل سهولة، ما بتلزق ابدا ابدا. بسم الله. صارت هيك المقلاية بهذا الشكل. تمام. هلا رح اسكب الخليط كله بالمقلاية. هلا الخليط اللي عملته رح اسكبه بالمقلاية. بسم الله. مثل ما شايفين هي الخطوة. بعد ما حطيت على نار منخفضة لازم غطيها واتركها نص ساعة. حطيت الكيكة على نار منخفضة تماما، وبدي غطيها واتركها بهالمرحلة نص ساعة، وبعد نص ساعة بشوفها. فإنها استوت، بس شوف كمان الحواف، شوفوا بلشت تبقع عن المقلاية، هذا يعني إنها تمام استوت. هلا هيك شوفوا، أنا نشوف مشان آخذ الكيكة مثل ما هي شايفين ما شاء الله. هلا حاسكبها بالصحن هيك طلعت الكيكة. وهلا حزينها شوي. هلا ححط لها صوص الشوكولا. هلا انا حط لها صوص الشوكولا. كل واحد مثل ما بيحب. وهيك بتكون الكيكة جاهزة. لا هيك بتكون الكيكة بعد التقطيع. شوفوا لي هالقوام، شوفوا لي شايفين هيك بتكون كيكتنا، وهيك بتكون شايفين كلها مستوية ما شاء الله، وطرية ما شاء الله، وكتير طعم طيب عن جد. بتمنى انكم تجربوها. وهي كيكتنا بعد ما خلصت ان شاء الله تنال اعجابكم. شايفين هيك بتكون بالشكل هذا ما شاء الله. شوفوا عن جد اسفنجية بشكل ما شاء الله، كتير اسفنجية مثل ما شايفين. بتمنى تجربوها، بس بتمنى تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. شكرا كثير لمتابعتكم.